السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. نناقش في هذا المساء موضوعا عاد بقوة إلى واجهة الاهتمام خلال الأيام الأخيرة. يتعلق الأمر بالتبرع بالأعضاء في المغرب. الملاحظ أن ثقافة التبرع بالأعضاء لا زالت محدودة جدا، وأعداد المتبرعين لا زال محدودا مقارنة مع الحاجيات ومقارنة مع العديد من الدول التي قطعت أشواطا في مجال التبرع بالأعضاء. سنتساءل عن الأعداد والمعطيات المرتبطة بالموضوع، ونتساءل كذلك عن العوامل التي تجعل هذه الثقافة محدودة في المجتمع المغربي، منها ما هو مرتبط بما هو ديني أو قانوني أو مجتمعي أو غير ذلك. ونتساءل في محور أخير عن أبرز الحلول والمقاربات والتي يمكن أن يسلكها سواء في جانب السلطات العمومية أو وسائل التنشئة بمختلف أنواعها من مدرسة وأسرة ووسائل إعلام وغيرها، لتشجيع هذه العملية التي يكاد الكل يجمع على أهميتها في مجتمع كمجتمع المغربي وكافة المجتمعات. لمناقشة الموضوع يسعدني أن أرحب بكل من سي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا. شكرا لك. كنرحب كذلك بالسي بن يونس الرمضاني، انت رئيس المجلس الاستشاري لزراعه الاعضاء والانسجه البشريه، رئيس مصلحه الطب الكلي بالمستشفى الجامعي بن رشد بالدار البيضاء. مرحبا بك. اهلا وسهلا. كنرحب بالدكتور، شكرا لك سي رمضاني، كنرحب بالدكتور مصطفى بن حمزه عضو المجلس العلمي الاعلى، شكرا على قبول دعوتنا. اهلا وسهلا. شكرا لك. والسيده نزهه قسوس، انت متخصصه في العلوم الحيويه الطبيه، اشتغلتي لمده 8 سنوات في اللجنه الدوليه لاخلاقيات العلوم الحيويه بيوإيتيك، واستاذه سابقه بكليه الطب والصيدله بالدار البيضاء. مرحبا بك. شكرا على الدعوه. ونحن في انتظار وصول الاستاذه رجاء نجيم كوس، سدة القانون الخاص التي ستلتحق بنا بعد قليل بحول الله. بداية نتسألوا المعطيات. السيد الوزير في لقاء منظم قبل أسبوع في الرباط، الأرقام والمعطيات المرتبطة بالمخجلة، شنو يجعلك تحس بهذا الإحساس هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين. الحقيقة أنني سعيد اليوم أن تنظم القناة الثانية هذه الحلقة الحوارية في موضوع في غاية الأهمية والحيوية والحساسية، اللي هو التبرع بالأعضاء. نظرا لأنني وإن لم أكن متخصصا فإنني أفهم بأن التبرع بالأعضاء فيه يمكن تستمر الحياة، وهو اللي كيمثل مستقبل الطب، وهو اللي كيخفف التكلفة العلاجية إلى غير ذلك مما يمكن أن يفيدنا فيه الأستاذ الرمضاني. لماذا قلت وأقول بأن مستوى التبرعات في المغرب مخجل؟ لأنني أخذت الإحصائيات عبر ربوع المملكة إلى غاية الأمس، فهذه الإحصائيات كتقول لنا باللي منذ صدور القانون ديال التبرع بالأعضاء في سبتمبر 1999 قبل 16 سنة إلى غاية 28 أبريل، في المجموع ديال التبرعات 769 فقط، تشمل حالات تبرع بين الأحياء وأيضا المتبرعين المفترضين اللي غير يمكن أن يستفادوا من أعضائهم بعد وفاتهم. أنا عندي إحصائيات هنا، ويمكن إخواني يعطيوا إحصائيات راها متوفرة. في كوريا مثلا في هذه السنة اللي حنايا فيها، أي سنة 2014 عفوا، حوالي 180 ألف متبرع سنة واحدة. في سنة واحدة. أوروبا يعني بدا من إسبانيا وفرنسا وغيرها، وكذلك في أمريكا دائما التبرع بعشرات الآلاف إن لم أقل بمئات الآلاف. أنا أسجل هنا مثلا الرشيدية إلى حد الآن باقا مسجلة 0، أكادير مسجلة مثلا 9، إنزكان مسجلة 1، طنطان مسجلة 0، قلميم مسجلة 0، تيزنيت مسجلة 22، وغادين يعني في الأصفار أو ما يقاربها. إذن عندنا مشكل. المشكل شنو هو؟ واش هو أن الناس
ما كيامنوش. لا سيد الوزير غادي نوصلوا للعوامل. اذا هذه اسئله نعم خاص يتجاوب عليها بشكل واضح. نعم. ولهذا انا كنأكد على اهميه هذه الحلقه الحواريه، وكنشكركم السي جامع، وكنشكر القناه الثانيه عليها، واتمنى ان تكون فاتحه خير على بلادنا، باش هذه السمه ديال التبرع والتطوع بالاعضاء يوقع فيها تحول نوعي. وكما قلت منذ اسبوع نقول اليوم، انا يمكن وجميعا نتفهموا التقدم الغربي علينا في المسائل الماديه في التكنولوجيا، ولكن في ميدان القيم خاصه بحال قيم التبرع والتطوع ما خصناش نكونوا متخلفين فيها. نعم سيدي. وفي هذا الميدان بالذات خاصنا نكونوا في المقدمه. نعم. السي رمضاني، هذا الرقم اللي يتكلم عليه السيد الوزير، يعني اعداد المتطوعين المتبرعين يعني في تقريبا حوالي 16 سنه، مقارنه مع الحاجيات تقريبا كيف يمكن تقديرها؟ حاجيات كثيره، فالحاجيات في عمليه الزرع الانسجه والاعضاء فهي كثيره وكثيره جدا. ناخذ مثال الكلى. الان واحد الدراسه قمنا فيها في الدار البيضاء مع الوكاله الفرنسيه بيوميتين، اوراتنا بان تقريبا 7400 مغربي الان محتاجين الكلى. اذا الا قرناها مع الاعداد اللي كنديروا ديال العمليات الزرع فالفرق كثير وكثير جدا. اذا هنا ونتمنى ان هذه الليله لانها فال خير هذا البرنامج، لان الان في الرباط وفي الدار البيضاء قامت عمليه استئصال كليتين وكبد وقرنيتين لطفل لا يتجاوز 13 سنه اللي العائله ديالو قبلات انها تتبرع. اذا يظهر لي بان المشكل مطروح، ولكن التحسيس مهم جدا. نعم. غادي نسولك استاذ قسوس من خلال يعني المجموعه ديال الاسئله اللي وجدتنا من المشاهدين سواء على الصفحات ديال البرنامج ولا في البريد ولا في الاتصالات الهاتفيه وذلك، ربما كاين واحد الخلط ملي كيسمعوا التبرع بالاعضاء بين التبرع بالاعضاء يعني والانسان يعني قيد الحياه والتبرع بالاعضاء بعد الوفاه، اللي يمكن تفصل الفرق بين العمليتين. شكرا سي جماعة قدسن على هذه الدعوة، وشكرا كما قال السيد الوزير على يعني إدماج هذا الموضوع في حلقة من برنامج مباشرة معكم اللي كنعرفوا بأن المغاربة كيتبعوها بكثافة. أظن أن السي رمضاني هو أدرى مني بهذه المسألة، إنما إلا بغيت نقولها ببساطة هو أن كيمكن واحد الشخص من العائلة وصل لواحد الحد القصور الكلوي مثلا، ناخذوا المثال ديال القصور الكلوي اللي كيجعل ان حتى عمليه الدياليز والتصفيه الدمويه كتكون اولا فيها تكلفه وثانيا فيها متاعب كثيره الى اخره. كيمكن ان واحد العضو من العائله ديالو اللي عنده واحد تطابق جيني وتطابق على مستوى الدم الى اخره مع المريض انه يتبرع في حياته بكليه ديالو لفائده هذاك الزوج او الزوجه او الابن او الاخ الى اخره اللي هو مريض. في هذه الحاله هذا تبرع اثناء الحياه، عنده شروط ديالو اظن اننا نرجعوا لها، واول شرط هو ان هذا التبرع يكون طوعي، يكون حر دون اي ضغط سواء كان من ناحيه نفسيه او ضغط مادي الى اخره، وانه يكون بالمجان. وهذا سبب اللي كيجعل ان القانون كيمنع ان التبرع يجي من واحد الشخص اللي ما عندوش علاقه عائليه مع المريض اللي غادي يستفد منه. اذا هذا كيتطلب ذاك القبول المستنير الحر اللي يمكن المتبرع في اي وقت انه يسحبه الى اخره، واللي غادي يتطلب ان يكون يعني ان نتاكدوا بان التبرع بالكليه ديالو مثلا ما غادي يكونش عليها تاثير على الصحه ديالو. فيما يخص يعني استئصال الاعضاء من شخص اللي هو ميت، هذه حاله ديال مواطنين اللي في حاله موت ذهني واللي كيكون جميع الامكانيات من اجل نقد يعني انهم يتنقدوا ما كايناش. في هذه الحاله يمكن
هنا نرجعوا للقانون ومضامين القانون، يمكن استئصال بعض الأعضاء من هذاك الشخص الميت لفائدة مرضى اللي هما في حاجة إلى زرع هذه الأعضاء. وهذا عنده يعني هو عنده القانون. نعم بروفيسور رمضاني، في هذه النقطة ديال الإنسان يعني التبرع بعد الممات، كاين واحد الخلط يعني عند المواطنين، أنه إنسان يعني مات يعني موتة طبيعية معتادة، وكاين ما يسمى بالموت الدماغي. لو بشكل مبسط الفرق بينهما، واش ممكن في الحالتين التبرع بالاعضاء ولا فقط في حاله واحده وكيفاش؟ الموت الدماغي الى بغينا نلخصوه ببساطه فهو موت، لان الدم كيحبس في العروق ديال العنق، ما كيوصلش للدماغ، والدماغ في هذه الحاله كيكون بما يسمى موت دماغي. فهنا تقريبا هذا غادي يؤدي الموت ولا السكتة قلبية في بعض الساعات. ولكن الاعضاء الاخرين كيبقاو خدامين. الاعضاء الاخرين غادي يبقاو خدامين الى درنا انعاش. الى ما درناش انعاش فتقريبا غادي المريض يموت في بعض الساعات. وهنا ملي كنديروا انعاش كنديروه على اساس اننا بغينا ناخذوا الاعضاء ديال ذاك الانسان اللي في موت دماغي. لان هنا ويظهر لي انني فسرتها ببساطه. الموت الدماغي فهو موت، والانسان الدماغ ديالو ملي كيموت ف القلب، الرئتين، الكليتين بعد الدقائق وبعد الساعات مهدده كذلك كتؤدي الى موت. وكاين فرق بينه بروفيسور مع حاله الغيبوبه العميقه لو كوما بروفون، لان كاين اللي كيقول لك الكوما بروفون يقدر يكون 20 سنه ويفيق. كوما بروفون هذا تشخيص كان قديم، فالان كنتكلموا على موت دماغي. الموت الدماغي عنده تشخيص، فعندنا آلات الآن اللي كتمكننا بالتشخيص، تشخيص دقيق لهذا الموت الدماغي اللي ما فيهش نقاش، لأن ما فيه شك. ملي كنوصلوا للموت الدماغي فالآن عندنا آلات اللي كتمكننا بتشخيص هذا الموت الدماغي بصفة نهائية. شكرا سي رمضاني. كنتلتحق بنا في هذه اللحظة السادة رجاء ناجي مكاوي، على السلامة ومرحبا بك. كان نخبر المشاهدين الكرام بانك جيتي مباشره من العاصمه الايطاليه روما والتحقتي بهذا النقاش اللي في تقريرك لانه مهم، مشير بانك استاذه القانون الخاص بجامعه محمد الخامس بالرباط، اول امراه مغربيه تحصل على دكتوراه الدوله في القانون سنه 97 حول موضوع نقل وزراعه الاعضاء، وانت كذلك ممن سجلوا انفسهم ضمن المتبرعين. نخليك بعدا تسترجع الانفاس ديالك. نبدا سي حمزه. اثار سي رمضاني قبل قليل غير واحد الاشاره انه ابرز باش نتكلموا على المعيقات ربما اللي كتجعل انه الاعداد ديال المتبرعين في المغرب رغم الاهميه ديال العمليه كما شرحوا الضيوف الكرام، كاين اللي كيربطها بعامل ديني كيقول لك لا التبرع حرام، فما جوابك على من يقول بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا في البدايه احب ان اتناول شرعيه السؤال نفسه. يبدو أننا حينما نوجه هذا السؤال قاصدين به الفاعلين والمؤثرين والذين ينتجون الخطاب، هذا السؤال صحيح. لكن إذا نحن سألنا المواطنين فهذا ظلم في حق المواطنين. المواطنون لا يعلمون شيئا. ماذا قدم لهم حتى يطرح السؤال لماذا لم يفعلوا ذلك؟ طبعا لا يعلمون شيء من ذلك. أين هي المادة التربوية سواء حتى في التعليم الديني؟ ما هو الدرس الذي يسمى درس متعلق بالتبرع بالأعضاء؟ ما هي البرامج الإعلامية التي قدمت؟ ما هي الخطب؟ ما هي الدروس؟ ما هي هذا شيء الآن نحن نهتم به الآن في هذه المرحلة، وهذا شيء حسن، لكن نتائجه والسؤال عنه إنما يجب أن يتأخر بعد أن نوسع الخطاب وأن يستوعبه الناس، وحينئذ يكون للناس منه موقف. ولكن السؤال الآن هو أن الذين كان عليهم أن يقولوا هذا تأخروا كثيرا، وفيهم جميع الفاعلين، فيهم الإعلام، فيهم التعليم، فيهم الوعاظ، فيهم المرشدون. لعل الآن وهم الناس وهم يأخذون الآن الأمر مأخذ الجد سيحدثون شيئا، وبالتأكيد بقى الآن أسئلة أصبحت تطرح. الجانب الديني فيما يبدو
لا أقول بأن الناس يعلمون في الدين أكثر في باب زرع الأعضاء أو التبرع بها أكثر مما يعلمون في قضايا دينية لا يعرفونها كثيرا. الآن المواقع التي كانت تحدثت أو العلماء فتاوى العلماء هي سابقة من الخمسينات، والفتاوى تترى وهي تصدر سنة 1969. كانت الفتوى المغربية الأولى التي حررها الشيخ عبد الله قنون بعد مؤتمر ماليزيا الذي عقد في أبريل 1969. ولكن الناس هل اطلعوا على هذه الفتوى؟ الآن موجودة، ولكن موجودة في مراجع غير مغربية. فهناك إذن كما قلت شيء من الغبش. أقول بأن هذه العملية في شقيها تبرع، هو تبرع واحد، لا يمكن أن نقول تبرع قبل الموت وبعد الموت، لأن بعد الموت لا تبرع ولا شيء، إنما هو تبرع ناجز بالنسبة لمن يتبرع في اللحظة، أو إيصاء بالتبرع، ولكن التبرع في كل الحالات يقع في الحياة لا يقع بعد الوفاة. في الحالتين معا هناك أحكام مؤطرة للحالة الثانية وأحكام مؤطرة للحالة الثانية الأولى. هذه الأحكام المؤطرة أو النصوص المؤطرة هي كثيرة، إما نصوص قرآنية تستوعب هذه الظاهرة، إما كليات شرعية، إما قواعد، إما أحكام يمكن القياس عليها. هذه كلها موجودة واستعملت. مثلا الآية العامة المؤطرة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جميع العلماء يقولون بأن الإحياء من حيث هو لا يتأتى للإنسان، الإحياء فعل إلهي، لكن حينما ينسب إلى الإنسان فلا يقصد منه إلا الإنقاذ. إذن كل عمليات إنقاذ النفس هي إحياء بهذا المفهوم، لأن الإحياء على وجه الحقيقة هو من فعل الله تعالى، هو الذي يحيي ويميت. ولكن الإنسان إذا أحيا هنا في بهذه الآية فكأن هذه الآية تشير إلى شيء من إنقاذ النفوس بكل أنواع الإنقاذ. والعلماء تحدثوا أن من أنقذ نفسا من غرق أو من حرق أو من موت أو من فهو مشمول بهذا. إذن فالآية تستوعب هذه الحالة التي التبرع بالأعضاء، وتستوعب أي حالات ستأتي فيما بعد. هذا نص شامل عام ينتظم كل هذه الحالات. هناك أشياء أخرى كذلك ربما أؤخر أرجع الحديث عنها أو النصوص، لأن المهم أن الإنسان الذي يصغي الآن والإنسان المسلم يعرف بأن هذا الفعل فعل جائز، وأن القول بالجواز ليس اعتباطيا وإنما هو مؤسس على أدلته الشرعية، لأن هناك نقاش يقع في البيوت بين الناس ولا زال هناك من يقول بأن هذا لا يجوز، لكننا نحن مطالبون الآن بأن نقدم الأدلة التي قدمها العلماء، وسيتبين إن شاء الله في أنها متينة وأنها صحيحة وأنها وجيهة. نعم. الأستاذة رجاء نجيم كاوي، يعني لقيتنا بصدد الحديث عن أنه الأعداد المتبرعين قليلة، وبدأنا يعني في مناقشة العوامل والأسباب التي تجعل أعداد المتبرعين قليلا. بدأنا بالجانب الديني، وكان هناك يعني من يقول بأن هناك سوء فهم، هناك جهل، يعني مجموعة المقتضيات الدينية. تفضل الأستاذ بن حمزة اشرح جانبا منها. فنفس السؤال تقريبا الذي يعني يقول يعني بأن الأمر حرام والعملية حرام، في الثقافة الشعبية عموما أن التبرع حرام، ماذا نجيبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن هذا الهاجس، يعني هاجس الاعتقاد بأن أخذ الأعضاء وزرعها شيء محرم، يعني لا يقتصر على الإنسان العادي، بل أكثر من هذا. ربما من أسباب تعثر صدور القانون في المغرب كان هو خوف ليس الإنسان العادي وإنما الفاعلين على أكبر مستوى، بحيث أعدت مجموعة من مشاريع القوانين في التسعينيات وفي الثمانينيات، ولكن في كل مرة كانت تكبر لتوها اعتقادا من الفاعلين في وزارة الصحة آنذاك، في وزارة الأمانة العامة للحكومة، وفي وزارات متعددة أن الفعل محرم شرعا. ثم الخوف مما سيثيره الموضوع من قلاقل وبلبلة ويعني ومشاكل على المستوى الاجتماعي، اعتبارا لأن الناس يتهمون ربما الحكومة بأنها مارقة عن الدين أو شيء من هذا القبيل. بالتالي فالخوف وليس خوف العامة وإنما هو خوف شامل. أذكى هذا الخوف كثير للأسف من الإعلام الذي يكتب عن غير معرفة أو يتبع الإشاعة أو يتغذى على الإشاعة. بالتالي فكثرة ما نشر في الثمانينيات والتسعينيات وبداية 2000 عن كون هذا الطفل سرق وعثر عليه هناك وأنه إلى آخره، فهذا النوع من الإشاعة أو أعتقد من التعاطي السلبي للإعلام مع الموضوع أذكى هذا الخوف، وأضاف إلى الخوف من كون الموضوع حراما الهاجس، يعني الوقوع في مطب
المتجرة في الأعضاء. وأود هنا أن أشير إلى أن للأسف وللأسف الشديد جدا أن المغرب كان من أول الدول سبقا إلى التنظيم القانوني، بحيث يمتلك ظهيرا يعود إلى سنة 52، ومن أقدم الدول التي مارست الزرع. فأول زرع أنجز في المغرب ليس هو الذي تروج له كثير من المقالات والأقوال الأخيرة في 85، بل في 68 أنجز أول زرع للكلي في المغرب. ثم تتالى بعد ذلك عدد من أشكال الأخذ والزرع، أتعلق الأمر بالقرنية أو بالأنسجة أو بالأعضاء الأخرى، وصولا إلى القلب، وكنا أول دولة تنجز زرع القلب. فيما دول أخرى جت متأخرة عنا كثيرا، منها المملكة العربية السعودية، ومنها دول أخرى كثيرة، منها تونس، منها الجزائر. كل هذه دول جاءت بعدنا، لم تتطرق للموضوع إلا في الثمانينيات والتسعينيات، ومع ذلك حققت الآن سبقا هاما وتجاوزت مسألة الحرمة والحل، واعتبر الموضوع يعني محسوما من جذوره، بحيث المجمع الفقهي الإسلامي الذي يعتبر المغرب عضوا فيه وهو منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، أصدرت مجموعة من الفتاوى. هذا المجمع أصدر مجموعة من الفتاوى، أهمها قرار 1985 أباح فيه الزرع، الأخذ والزرع، ونظمه ووضع له قيودا. ولكن مع ذلك للأسف لا زال المغرب يعني يبارح موقعه ويعيش نفس التخبط الذي عاشه لمدة عقود طويلة، ما بين هذا وهم الحرمة ووهم المتاجرة في الأعضاء ووهم يعني السطو على أعضاء الضعفاء. فبالتالي نحن بحاجة إلى، كما قلت هذا يوم كان اليوم الدراسي حول التبرع بالأعضاء، قلت نحتاج إلى خطة وطنية تأخذ بالاعتبار كل هذه العراقيل. سنصل إليها، ولكن أود أن نركز، تكون خطة شمولية تركز على مختلف هذه العراقيل التي تحول دون انطلاقا من العوامل. السيد الوزير، هذا كاين من الجانب الديني، يعني هناك شبه إجماع على أنه يعني ليس قائما. ألا ترى بأنه ربما بالإضافة إلى جهل الناس أن هناك يعني ربما تقصيرا في شرح هذه الأمور لهم؟ هذا صحيح، وقد تفضل السي مصطفى وكذلك الأستاذ ناجي وتكلم عن إشكالية التخوف من أن يكون هناك ثمة إشكال شرعي، وكذلك كما تفضلت الأستاذة الإشاعات التي تغذيها كثير من الوسائل حول أن هناك سرقة الأعضاء أو الاتجار فيها أو ما شابه ذلك، وهذه كلها أشياء غير موجودة. اللي نأكد عليه اليوم هو أنه كما تفضلت الأستاذ ينبغي أن تكون هناك خطة. هذه الخطة ينبغي أن تبدأ بالمدرسة، خاص يعود الدرس الذي ينبغي أن يتلقاه التلميذ في مادة التربية الإسلامية أو سميها التربية الوطنية أو سميها ما شئت، يكون فيها التوجيه إلى مشروعية التبرع. بل خصنا نوضعوه طبعا ماشي في موقع الوجوب، ولكن على الأقل راه فيه الندب، لأنه كما تفضل سي مصطفى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، راه فيه صدقة جارية، وينبغي أن نعتبر هذا صدقة جارية. إذن هذا يعني الدرس المدرسي خصنا المسجد يقوم بدوره، خصنا وسائل الإعلام. قبل ما نوصلوا يعني ربما الخطة ولا العناصر اللي في الخطة، دائما في هذا الجانب الشرعي دائما يعني هناك مقولات يعني أو يعني ناس يعتقدون في أمور في المجتمع، يقول لك إكرام الميت دفنه، عجلوا بأمواتكم. هذا ماشي الوقت ديال المساطير والعبات والطبيب، هذا خصنا إكرامه أحيانا يعني في المجتمع، وهذه مسائل مجتمعية، أنه كطلب منه غير مثلا تأخير صلاة الجنازة من الظهر إلى العصر بمبرر حضور بعض الأقارب ولا الآباء ولا هذا، كيقول لك لا، إكرام الميت دفنه، عجلوا بأمواتكم. كيفاش هاد الناس هذو ممكن نقنعوهم؟ تفضل سي حمزة والسيدة مكة. هذا طبعا سؤال شرعي يجب أن يجاب عنه. أمور ليست بهذه نعم. في الدفن يجب أن يقال بأن الفقهاء أولا اشترطوا تحقق الوفاة، ووضعوا لذلك أو ذكروا نحو 12 علامة،
إلى درجة أن قالوا إذا أشكل الأمر فإن الميت يؤخر إلى أن تصدر منه رائحة، ما كاينش هاد الناس إلا عند بعض الناس. هذا الذي ينزل الآن عن قضية، وهذا قضية شيء قيل به أن هذا الفعل فيه تكسير لعظم الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تكسير عظام الميت كتكسير عظامه حيا. قال بعض العلماء من المالكية خصوصا بأن هذا الحديث يرد دائما في باب المثلة، في باب تشويه الأموات، لا في باب الاستفادة منه. فلذلك عدد كبير من العلماء قالوا إن هذا أي تكسير العظم إذا كان انتقام أو التشفي أو شيء من هذا القبيل، هذا هو المسار ديالو، هذا تنزيله. أما أن الميت يستعمل جسمه من أجل حياة الإنسان الحي، فهذا له شواهد كثيرة. قال الفقهاء بأن المرأة إذا ماتت واعتقد أن في بطنها جنينا فإنه يجب أن تفتح ويبقر بطنها أو خاصرتها اليسرى ويستخرج الميت، لأن حياة ذلك الجنين مرجوة في خطر، والحياة الموتى ولو أن فيه تقطيع للجسم لأن المصلحة تعود إليه. والشواهد من هذا كثيرة. حينما تكون تتعارض أو يكون مصلحة حي في هذا الفعل، فإن مصلحة الإنسان الحي من الناحية الشرعية وبكل الأدلة مقدمة. حينما وقعت واقعة هي أن عمرو بن العاص كان مع الجند، وكان أخوه على رأس الجند في مكان ضيق فسقط، أصيب فسقط، وكان المكان ممر الجيش، فأمر الجيش بأن يمروا كلهم، أن لا يتوقفوا، أن لا ينزلوا حتى لا تعتبرهم النبال، فمروا حتى مر الجيش. فكان بعد ذلك أن عمرو بن العاص، وهذا شقيقه هشام بن العاص، أخذ بعد ذلك أشلاءه ثم دفنه، لأن اعتبار حياة الإنسان هذا من الكليات التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية. لذلك قلت لكم إن هذا له كلية، والكلية الأساس في الشريعة الإسلامية من الكليات الخمس هو المحافظة على الحياة والمحافظة على الأبدان، من ضروريات الخمس. هذه واحدة من الأشياء التي يلجأ إليها. نقطة أخرى تفضل سيدي مكاوي، تفضل. يعني لكي يفهم الناس أنه حينما يتعلق الأمر بالأخذ والزرع فالعمليتان معا تتمان في ظرف قياسي، باش ما نعتبروش بأن غادي نخلي واحد تتناثر منه الرائحة وما إلى ذلك. هناك مقاييس علمية، تعريف علمي للموت الآن أصبح يعني لا يعتمد إلا تعريف واحد كما يشير إلى ذلك القانون، هو موت الخلايا العليا للدماغ. حينما تتوقف يكون الموت قد حصل، ويمكن نرجع هذه النقطة هذه لتفصيل أكبر. بعد ذلك يجب يعني أن يسارع الأطباء الزمن، لأن العملية كلها كالقلب مثلا لا يحتمل أكثر من 4 ساعات في الأقصى، الكلي ربما تمشي واحدة بعد سويعات إضافية، وهكذا دواليك. القرنية بوحدها اللي يمكن تبقى فيها بعض الساعات. فبالتالي العملية ما فيها لا تأخير للدفن ولا تشويه ولا مسلى ولا أي شيء، فيها تنظيم صارم ودقيق جدا لا يمكن تجاوزه قيد أنملة. ثم هناك دائما في إطار نفس النقطة، يعني هناك الشرع الإسلامي مجمع على أنه إذا التقت مصلحتان تقدم الأعظم، إذا التقت مفسدتان تدفع الأعظم. هنا نحن أمام مفسدتين، الأولى هي يعني ترك المحتاج إلى العضو يموت أو يتعرض للخطر أو للإعاقة أو للعاهة، والثانية هي المساس بجثة. فهل مفسدة المساس بالجثة مع القيود والضبط هي أقل بكثير من مفسدة ترك الإنسان. في قضية المفسدتين أستاذة، كاين مثلا الذين يعترضون على تبرع الحي، تبرع يعني من حي إلى حي، مثلا في قضية الكليتين، أنه عندي كليتين أتبرع بواحدة، واحد بأنه ليس مضمونا بأنه هذاك المريض سيشافى وكاين احتمال بأنه غنمرض، إذا عوض مريض واحد في المجتمع ولا جوج. كاين رأي آخر يدفع بأنه إذا في هذه الحالة ديك الكلية الثانية إذا كنت أنا غنعيش غير بوحدة، دونك هذيك غير زايدة، بالتالي إن كل شيء خلقناه بقدر. فين هو محلها هنا؟ كنشكرك على هذا، على إثارة يعني إذا كانت هذيك غير زايدة
أنت تتنوب الآن على المواطن في طرح أسئلة تخيفه وتخلق له هواجس. فهناك مقاييس علمية طبية سيتحدث عنها الأطباء بدون شك، يعني لم يصل إليها المجتمع المعاصر إلا بعد دراسات دقيقة وإلا بعد تجارب. تبين بعدها أنه وحصل نوع من التوافق ما بين الأطباء والقانونيين والعلماء، فأصبح بالتالي لا يمكن أن تؤخذ إلا الأجزاء المتجددة وإلا الأجزاء المزدوجة، بشرط أن لا يكون في نقل العضو المزدوج من تأثير على صحة المعطي. فإذا كان له من تأثير حتى على نفسيته وليس فقط على عضويته، إذا كان له من تأثير على نفسيته فقط وجب الامتناع عن الأخذ. بالتالي فالمسألة دقيقة جدا وفيها تعاريف علمية دقيقة جدا حسب آخر ما توصل إليه العلم الحديث. بالتالي فنطمئن المشاهدين فنقول بأنه لا يجوز أخذ إلا الأعضاء المتجددة من المعطي الحي، ولا يجوز أخذ إلا الأعضاء المزدوجة بشرط بتبسيط الأعضاء المتجددة هي الجلد الأنسجة، النخاع العظمي، يعني الدم ومشتقاته ما إلى ذلك. والمزدوجة هي القرنيتين الكليتين. لا القرنية لا تمس حال الرئتين والكليتين. يعني الكبد مثلا يتجدد، الكليتان هما اللي مزدوجتان ممكن أخذهما من الحي. ما عدا ذلك لا يمكن إطلاقا المساس بالمتبرع الحي. السي رمضاني ترنا واحد النقطة ديال وسمعنا عليها كثير، بأنه في قضية الكليتين أنه لما يتبرع شخص بكلية إلى شخص آخر كاين في الثقافة الشعبية الدرك كله كيكون على كلية وحده وتنتفخ الأنسجة وكيمرض هو. لا أبدا أبدا، هذا هو اللي وشكرا على السؤال، لأنه سؤال مهم طبيا. فالإنسان يقدر يعيش بكلوة واحدة بدون أي مشكل، وعملية زرع من الحي من العائلي من الوسط العائلي فتمت في آخر الخمسينات في أوروبا وفي أمريكا، ولحد الآن ما زال هذه العمليات كاينة وكاينة بكثير. أرجعوا لها من بعد ما شافوا بأن كاين قلة الأعضاء فرجعوا للتبرع من العائلة، حتى شافوا بأن هناك ما كاين أي مشكل الإنسان اللي عنده كليتين إلى تبرع بكلية فهناك أي مشكل. اللي بغيت نشير له أن الكلية ما غادي تاخذ حتى يكون تحاليل، وتحاليل اللي تقدر تدوم شهرين حتى 3 شهور، وكنكون نديروا فيها التحاليل كاملة على كل الأعضاء، على القلب على الرئتين، ما خش يكون ضرر أي ضرر الإنسان المتبرع بالكلى إلا عطى الكلى ديالو، والإنسان اللي كناخذوا له الكلى ديالو أكثر من هذا. فدراسات ورات أنه كيعيش أكثر وأحسن. علاش؟ لأن كيكون في مراقب كل سنة، كيجي ناخذوا الضغط الدموي المرتفع، الضغط الدموي، وكناخذوا عينه من الدم ديالو باش نشوفوا الكلى كيفاش دايره. وهنا اي مرض عنده نقدروا نشخصوه في ذاك التتبع ديالو لمده طويله، بالتالي ليطمئن علميا. والدراسات كثيره كتوري بان هذا الانسان ما عنده اي مشكل ان n'augmente pas le risque de tomber en insuffisance rénale. نعم. لا سيدك نعم. انه باش يكون المواطن على بينه انه لا يؤذن بالاخذ من الحي الا بعد ان يخضع لخبره اطباء وليس طبيب واحد، وبعد ان يخضع لتحاليل متعدده، وان يمر امام ربما طبيب نفسي، وان يحصل الاطمئنان على أنه لن يتأثر نفسيا. وبعد ذلك بعد ما ندوزوا هذه المراحل هذه كلها يخضع ويحضر أمام قاض ليتأكد القاضي من أنه حر الإرادة، وبأنه لا يخضع لضغط، وبأنه لن يتعرض لأي أذى، عاد يؤذن بالأخذ من الإنسان الحي. فبالتالي فالمسطرة معقدة ودقيقة ومحاطة بكل عناية خوفا على سيدك سوسة كلمة قبل قليل. اللي بغيت نضيف اولا لما قيل من طرف الاساتذه الموجودين هنا، هو ان يعني لما نتكلم
عن استئصال ولا عن التبرع بعضو من اجل الزرع ديالو لواحد الشخص اللي هو مريض، راحنا خاصنا عندنا واحد القيم اللي هي اولا المصلحه ديال المتبرع، يعني والحفاظ على الصحه ديالو والحفاظ على الكرامه ديالو والحفاظ على كل الحقوق ديالو من جهه، ومن جهه اخرى يعني البحث على سبل من اجل تحسين وضعيه المريض. اذا المبادئ ديال الكرامه، ديال الحفاظ على الكرامه الانسانيه حي او ميت كتبقى لابد من احترامها خلال العمليه. ثانيا كما تكلمنا على الموافقه المستنيره والحره الى اخره، هذه من الضمانات. ولما كما قيل لما يجي واحد الشخص اللي هو غادي يتبرع، كاين تقييم ديال الضرر والمنفعه من اجل القرار واش هذا الشخص، ماشي اي متبرع يمكن له يتبرع بالكليه ديالو مثلا، لابد من تحليلات ومن كشوفات طبيه من اجل التاكيد بان ذاك التبرع ما غاديش يضر الصحه ديالو. هذا من جهه. من جهه اخرى بغيت نرجع الى سمحتي يا سي جماعه لمساله ما هو من بين اسباب الضعف التبرع في المغرب والتخوفات اللي كاينه. لازم نقولوا بان كاين مساله الثقه كذلك اللي هي مطروحه وكيطرحوها المواطنين. كيطرحوا مساله الثقه فيما يخص المنظومه الصحيه بصفه عامه، وفيما يخص بعض الخطرات الكفاءات الطبيه الموجوده في المؤسسات الصحيه. لماذا؟ بالخصوص في حاله الموت الدماغي. يعني وكان قمتوا بشي يعني تحقيق وسط المواطنين، هناك من يقول بانه ضد التبرع وانه يمشي يسجل التبرع ديالو، لان ربما الا وقعت له حادثه سير غادي يكون تهاون في العلاج المقدم له من اجل سرعه. هذا عنصر الثقه كاين، وكنا عنصر الثقه اظن انه مهم جدا، وان هذه الحملات التحسيسيه وان برنامج من هذا النوع مهم جدا، لان حالة الموت الدماغي عندها ضوابط علمية متأكدة التي تعني بأن لا أمل في أن هذاك الشخص يعاود يعيش. هذه مسألة، وهذا إعادة الثقة راه كتبدا منذ البداية. لا نعرفوا بعد الأسباب إلى سمحتوا أستاذة، نعرفوا الأسباب بصفة عامة، بعد غير الأسباب ديال ربما ضعف ديال الثقة اللي كاين السادة الأفاضل. سيد الوزير اسمح لي، الشيء اللي جاي كان لأن بدينا نشتغل في هذا الموضوع أنا والطاقم، ودابا أنا غنتبرع بعضو وغادي يبيعوه وهذا، فلو الله يعطيك الخير غير تشرح بشكل مبسط المساطر القانونيه باش لا يطمئن قلب المتبرع او الذي ينوي التبرع. اقول لكم واقول للمواطنين والمواطنات بانه كاين مسطره دقيقه، وهذه المسطره اولها هو ان التبرع من حي لحي ما كيكونش مطلق، كيكون فقط الاقارب، والاقارب هنا الزوج مع الزوجه بعد مرور سنه من زواجهما. ثانيا بالنسبه للباقين كاين الاصول اللي هما الاباء والاجداد، كاين الفروع اللي هما الاولاد ويعني ابنائهم، وكاين الاخوان وابنائهم، كذلك الاخوات وابنائهم، وكاين الخالات وابنائهم، وكاين الاعمام وابنائهم. اذا خاص يكون داك الشيء في واحد دائره اسريه منغلقه. الامر الثالث وهو يعني بشكل مبسط ما يمكنليش دابا انا ولا انت تتبرع لي الكليه لان ما كتبغي التقرب. ممنوع، صافي غير باش تكون الامور واضحه عند المشرع. جريمه معاقب عليها. خاص كاين واحد الدائره مغلقه اللي هي كاين رابطه الدم او العلاقه ديال الزواج، وداك القرابه اللي هي محدوده لا يتوسع فيها. نعم. واي توسع يعتبر مخالفه للقانون، كاين العقوبات اللي هي مقرره في هذا القانون. هذا الامر الاول. الامر الثاني وهو انه كنقولوا التبرع بمعنى انه ما كيدخلش فيها الجانب المادي بالاطلاق. الى دخل ولا درهم واحد كنعودوا امام مشكل. طبعا صوائر اجراء العمليه هذا موضوع ثاني. الموضوع الثالث وهو ان عمليه اخذ الاعضاء وزرعها لا تتم الا في مراكز استشفائيه معتمده. كاين عندنا موضوع القرنيه، وكاين عندنا الانسجه، وعندنا يعني الاعضاء اللي هي كتعوض، هذيك اللي ممكن تكون في مستشفى في مراكز استشفائيه خاصه معتمده، ولكن ماشي الاخذ، كيكون فقط الزرع.
اذا كاين احتياطات حتى في المكان. المسطره وهي انه لما كيتعلق الامر بتبرع يريد ان يقوم به حي لفائده حي، اذا قلنا الرابطه العائليه الى غير ذلك، كيمشي عند رئيس المحكمه او قاضي يعني منتدب من طرفه، وبحضور طبيبين كيعينهم وزير الصحه باستشاره مع الهيئه الوطنيه للاطباء، وكيبينوا لهذا السيد اللي هو باغي يتبرع جميع المعطيات والمخاطر حتى المحتمله والاشكاليات الى غير ذلك اللي ممكن يواجهها الى بان ليه. وبعد ذلك كيمشي هذاك الموضوع كيتحال على النيابه العامه، والنيابه العامه اللي هي حريصه على تطبيق القانون كتعطي رايها، وهذاك السيد خص تكون الموافقه ديالو الصريحه، وينجز بعد ذلك محضر عاد كيمكن الاطباء يمشيو. ملي كيمشيو الاطباء راه من جمله الشروط الاساسيه اللي تفضلوا الساده المحترمين يتحدثوا عليها، وهو جوج شروط ضمن شروط اخرى، ما خصش يكون عنده تاثير على حياته، وايضا يكون ضرر بصحته، اذا هذا الموضوع كله محاط بشروط قانونيه صارمه، وكاينه في القانون ديال 16 98 كاين مقتضيات اللي هي كتعرض للعقوبات اللي كتوصل احيانا ل 10 سنوات اذا كان اي اخلال بهذا القانون. لماذا؟ لان المشرع بقدر ما اراد انه يدفع المواطنين باش يساهموا في احياء يعني النفس البشريه اللي ممكن تكون معرضه للموت، ايضا بغى يحمي، القانون كيحمي هذوك الناس اللي بغاو يتبرعوا من اي تلاعب محتمل. نعم. السي محمد الشار، السيد الوزير، القضيه ديال المجانيه انه الامر ليس يعني موجها للتجار ولا بغرض الربح المادي. هنا المعترضين على التبرع، على عمليه التبرع، كيجبدوا واحد القاعده يعني فقهيه تقول ان ما يجوز بيعه تجوز هبته، وما لا فلا، يعني ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. وبالتالي هذه الاعضاء التي يعني لا يجوز بيعها، لان كاين اللي كيقول الجسم الانسان ليس ملكا له وانما هو ملك للخالق، بالتالي لا تجوز هذه الهبه. اولا هذا واحد الجو عام. انا بغيت نجاوب على السؤال الاول اللي هو ان بعض الناس عندهم اعتراضات. هذه الاعتراضات بعض المرات قد تكون مؤسسه ويسمع لها، وبعض المرات تخوفات فقط. كثير من الناس، نوضح بالعباره، ما يعنيش بالقضيه او تصوروا بانهم ما معنيينش بالقضيه. لكن واحد الانسان من الناس اللي نعرفه بان عنده ولده عنده قصور وهو اب وهو يفكر في القضيه، لان بالنسبه اليه قضيه حياه اسره، هذه هضره اخرى، هذا كلام اخر. الناس اللي عايشين هذه المسائل والناس اللي ما يتصوروش بانهم يوما ما يمكن يكونوا هم ضحايا، لاننا ماذا ما يقع الان؟ احنا الان ربما عندنا واحد الموقف مزدوج، احنا ما نبغيوش نتبرعوا بالاعضاء، ولكن نجيبوا الاعضاء ديال الشعوب الاخرى، ناخذوا من الامريكيين، ناخذوا من الاوروبيين، نوليو داك الشيء كل شيء جائز وحلال وكذا، ما بقاش حرام. احنا اصلا نحن امه خير امه اخرجت للناس، يجب ان احنا ان نعطي للاخرين. ما يمكنش نعيشوا انتهازيين، مره نقولوا كذا ومره نقولوا كذا. فانا في نظري هذا كلام غير مؤسس وغير مسؤول، ويقول الانسان وهو في راحه. لكن الناس، انا نعرف الاستاذ يونس راه عارف اش نتكلم، ناس تغيرت الاحوال ديالهم تماما، لان كان تعس في الشقاء عند الناس اللي عندهم ولد واحد، كان ذاك الولد هو الامل ديالهم، ما كانتش عندهم التخوفات ولا هذا، المهم ان ذاك الولد، وفعلا الناس عاشوا، وماشي واحد ولا جوج ولا العشرات. فلذلك هذا الكلام يوضع في مكانه، ماشي كلام علمي ولا كلام نتيجه للدراسه ولا شي حاجه. فلذلك اما هذا الامر الذي تفضلتم باثارته، وهو ان الانسان لا يفعل هذا كله الا من باب الايثار. لو لم فهم الايثار والصدقه والرغبه فيما عند الله ما كان لهذا الامر ان يتم. اي ما غاديش واحد يقول يعطي واحد الكليه ديالو ويعرض نفسه لمخاطر لولا العامل اللي هو انا نبغي هذا التبرع بالنسبه للشعوب الاسلاميه نسميه صدقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على كل
سلامة من بني آدم صدقة، وأن تعدل بين اثنين صدقة، وتفعل كذا صدقة، هذه صدقة يتوجه بها الإنسان لآخرته وصدقة جارية. فإذا كان من حقه يتصدق بما هو من اختصاصه، نحن نعتبر بهذه الأشياء ليست ملكا ولكنها من اختصاص. حتى في حياة الميت حينما يوضع في قبره الميت لا يملك، ولكنه يختص لأن قبره مختص به. ولكن في حياته هل يمتلك جسده؟ لا، غنفهمك الاختصاص. أنا ما نقولش كلمة امتلاك، أنا نقول لك الاختصاص. لما يموت الإنسان هو في القبر، المال لا يوزع حتى تؤخذ الحقوق الأربعة، لأن باقي المال له به ارتباط. فهذا الجسد هو مؤتمن عليه وهو يتصرف فيه وفق مراد الله تعالى. لا يجوز له أن يتصرف فيه بإيذاء، لا يجوز له أن يتصرف فيه بتهلكة، ولكن أن يتصرف فيه بهذا الوجه الشرعي الذي يحبه الله، لأنه إنقاذ نفس، لأن أفضل عمل هو إحياء النفوس لأنها بناء الله. فلذلك يبقى دائما هذا العمل ونوع من التصرف في شيء يختص به، لا يمتلكه، لأن الفرق حتى في العربية راه فرق ما بين اللجام للفرس ليس لم الملك، لام الاختصاص، لأن الفرس لا يملك. العربية تعرف هذا الفرق ما بين الملك والاختصاص. فهذا الإنسان مؤتمن على هذا الجسد، يتصرف فيه بناء على قضايا شرعية، لأن لو كان في ملكه لجاز الانتحار. لا طبعا لا، لكن الآن هو يستند إلى حكم الشرعي. قال له العلماء بأن ذلك يجوز وأن ذلك يرضي الله، ففعل ما يرضي الله تعالى. وإلا قلنا لماذا يخرج المجاهد للجهاد كأنه قتل نفسه؟ طبعا لا، لأنه فعل ذلك بناء على أمر. فلذلك هذه التصرف في الجسد فيما هو شرعي ومأذون به هو شيء جائز. نعم واضح. نقترح عليكم إذا سمحتي لي أستاذ، غير لإضافة في جملة، احنا تنقول جسد الإنسان ليس ملكا له، وإنما له جزء فيه، وهو يحق له أن يتصرف في هذا الجزء بحسب ما هو مسموح له، ونمثل لهذا بحق انتفاع له فيه، وينتفع الجسد الذي يسكنه، ولكن في الحدود المسموح بها والحدود المأمور بها والحدود المندوبة المطلوبة المرغوب فيها. ولكن في حالة الانتفاع لا ينتفع، في حالة التبرع لا ينتفعه، بل ينتفع الآخرون. لا ينتفع وينتفع في أخرى فهذه منفعة أخرى، فقط يعني الانتفاع الحسي. نعم. نقترح عليكم المشاهدين الكرام قبل ما نوصلوا للنقاش نتابع واحد الروبورتاج اللي فيه حالات بعض العائلات سواء التي تبرعت أو استفادت من عمليات ديال التبرع، واللي غادي تساعدنا لأن كذلك فيها رسائل بالنسبه يعني للمغاربه والمغربيات اللي كيشوفونا المشاهدين يعني عموما، وغتساعدنا كذلك في التقدم في النقاش كيف تجاوز هذه بعض المعيقات اللي تكلمنا عليها. نتابعوا الريبورتاج من انجاز احمد مكاوي. المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، البروفيسور بارو يشرف على قسم خاص. بقسم الإنعاش توجد حالات بين الحياة والموت، رفقة فريقه يعمل على إنقاذ الأرواح، لكن هنالك حالات خاصة يدرك بارو أهميتها رغم أنها ستفارق الحياة. المهمة الأولى ديالنا هو نداويو هذاك المريض. ملي كنديروا كل شيء داك اللي في الجهه ديالنا والدويات اللي كله خصهم كياخذوهم، ولكن مع الاسف كيوصل للموت الدماغي، كنولوا كنشوفوا في هذاك المريض كنشوفوا انه هذاك المريض يمكن الاعضاء ديالو يصلحوا المريض اخر. دونك المهمه الاولى هو نحاولوا نداويو، هي المهمه الاولى. وإني بعض الخطرات ما جابش الله والاعمار تقاضى، ما داكشي رغم داكشي اللي درنا كله كيوصل الموت الدماغي. ملي كيوصل الموت الدماغي عاد كنشوفوا العائله واش يمكن انه هذاك المريض ديالهم يتبرع بالاعضاء ديالو اللي باقيين خدامين، واحد 12 ساعه ما كاملاش اللي باقيين خدامين، اللي حنا كنعشوهم باش نخليهم خدامين باش يمكن لينا الى وافقوا كناخذوهم نعطيهم لواحد المريض اخر اللي محتاجهم باش يعيش. القرار في يد العائلة. مثلا من هنا مرت حالة فتاة في 20 من عمرها السنة الماضية، تبرعت عائلتها بأعضائها. بعد التصوير معهم طلبوا عدم بث شهادتهم لأسباب ذاتية. بالنسبة للمختص، العائلة مفتاح التبرع بعد الموت الدماغي. الواحد خصو يبين الرأي ديالو، لأنه خصو في العائلة ديالو يهضر يقول أنا متبرع. حنا ملي كيجي المريض في موت دماغي كنسولوا العائله واش ما كتهضروا، واش ما عرفتوش الراي ديالو، واش كيدير الخير، واش تذاكرتوا على التبرع بالاعضاء في العائله ولا لا. دونك كيعاوننا ملي كيكون هضر معاهم. بمصلحة الكلي، ربيع رضوان المختص في زرع الأعضاء يزور مريضا تغيرت حياته. السبب زرع كلية له تبرعت بها أخته.
في هاد لاسمان حسيت بفرق كبير. هاد لاسمان اللي عشت احسن من 5 اللي عشت ديال الدياليز. ما كنتش كنعس، عندي 3 جوغ ما كندير فيهم والو، لا طونسيون ديما طالعه، لا شارج كنسخف كنعيا، المورال ديما ما كاينش. دابا الحمد لله بخير، كلشي الحمد لله مزيان. بزوان عندنا امبورطون باش الناس يعطيو الكيد ديالهم، حيت كتشوف 7000 واحد كيدير دياليز، 7000 واحد كيتسنى ياخذ الكلوه. دونك واخا نديرو اللي بغى يعطي هذا الموت الدماغي، واخا ما نقدروش نحلوا المشكل، ولو الناس يعطيو، نتمنوا الناس يعطيو اكثر باش نحاولوا نكفيو هاد الناس اللي خصهم كيدير. الا كان شي حاله ديال الانسان ما كدير لي زاكلي، راه حياته كتبدل كلها، حياه اول حاجه جنسيه، عائليه، الخدمه، كل شيء راه ما عنده ثمن. التبرع بالأعضاء في الحياة أو بعد الموت هل يجد له صدى لدى المواطن العادي؟ نقدر تكون هذه الوصيه ديالي. انا شخصيا ما كرهتش نعطيهم. خطات شي واحد كان في العائله محتاج لهذا شي عضو من الاعضاء ديالي نقدر نساهم بها ماشي مشكل، ولكن لحد شي شخص اخر لا يمكن. اذا كانت بدون مقابل مرحبا. غادي تحيي بيه واحد الروح اخرى، فهمتي؟ يعني ماشي مشكل بالنسبه لي. داكشي ديال الذات ديال الاعضاء ديالي نتمنى ويبقاو معايا. لكن تمد ديك الساعه ما بقاليش باش غنعاود نستعملهم، المهم نعطيهم في وحدين اخرين. جوتا غادي تمشي، علاش ما يتبرعش بها الانسان؟ علاش لا ما يستافدش منه واحد اخر كان محتاج ليه وباقي عنده امر في الدنيا، علاش لا؟ الاقل فائده ديال الانسان اللي ممكن انه يستافد من عضو من الاعضاء ديالك لاستمرار الحياه. استمرار الحياة ينتظره الكثيرون في انتظار متبرع. يقوم البروفيسور بارو بفحص أيوب، هذا الشاب يحتاج لزرع قلب لتستمر حياته. المرحلة الأولى هو واش بغيتي مثلا، نقولوا العائلة ديالك بغات، هي المرحلة الأولى. ومن بعد المرحلة الثانية كنشوفوا التحاليل والراديوات وبزاف ديال المسائل باش نشوفوا واش يمكن انت نزرعوا لك القلب ولا ما يمكنش. وغيكون خير ان شاء الله، وغادي يجيو الناس اللي تبرعوا سميتو، وان شاء الله نزرعوا عليك القلب وتعيش وتدوز الباك ديالك وتزيد لقدام، الحياه كلها قدامك. بقى صغير تبارك الله 18 عام. نتمنى نلقى شي متبرع اللي يتبرع ليا بالقلب ديالو من بعد الوفاه ديالو باش نقدر نكمل الحياه ديالي. باغي تولي في حياتك؟ نتمنى نكون طبيب ديال القلب في المستقبل اللي نقدر نساعد الناس اللي يكونوا امراض بحالي في الاجيال القديمه. ولعل نداء أيوب يجد له صدى، فأمثاله كثير ممن يحتاجون زرع أعضاء لتستمر حياتهم. في وقتنا التبرع بالأعضاء يبقى عملة نادرة في المغرب. استاذ كسوس، ربما تذكر شي نقطه في الروبورتاج. لا ماشي مباشره مع الروبورتاج، ولكن مع ما قيل من قبل حول مقتضيات القانون المغربي فيما يخص التبرع. بغيت نشير بان دراسه اللي قامت بها منظمه اليونسكو في 17 بلد عربي في المنطقه كتبين بان هناك بلدان عربيه التي تسمح بالتبرع خارج اطار العائله، شرط أن يكون ذلك مع التأكد بأنه مجان وحر ودون أي ضغوطات. هذا باش نبين لاش كنعطي هذا المثال، باش نبين بأن مسألة التبرع هي مسألة مواطناتية، سيت ان اكت سيتويان، لأنه غادي يساعد واحد الإنسان على العيش، وأنه يمكن أن يتصور في واحد المجتمع متقدم أن التبرع يكون حتى خارج العائلة. ولكن القانون المغربي تفاديا للتجارة وتفاديا لعدة أشياء يعني احصر التبرع على الاعضاء ديال العائله اللي يمكن لهم يتبرعوا من الاحياء. طبعا اتكلم على التبرع في الحياه، ولكن ربما ما كتشوفش بانه كما ربما نلوم يعني المواطن على عدم ثقته في المؤسسات، ان كذلك المؤسسات ما كتثقش فيه، انه لا يمكن ان يكون التبرع الا في اطار يعني عائلي وليس في اطار المجتمع ككل، يعني حتى هو كنفترضوا فيه سوء النيه سيتاجر. انا لا ادافع على هذا الموقف ولا على هذا الموقف الثاني. الذي اريد ان اقوله هو ان فعلا كاين مساله ديال انعدام الثقه، هذا مشكل مطروح وخصنا نكونوا واعيين به وخصنا نعملوا على اعاده الثقه، وهذا البرنامج هذا غادي يساهم اظن في ذلك. ولكن كنقول بان راه كاينه هذه الامكانيه، سبب حصر هناك مغاربه اللي استفدوا من اعضاء من بلدان اخرى من طرف متبرعين اللي ماشي هما من لا ماشي بالاحياء، ماشي هذا موضوع ماشي بالاحياء. النقطه هذه احنا في بلد اموات، في بلد يكثر فيه الفقر ويكثر فيه الاستغلال،
بالتالي فانا شخصيا كنت من موراء هذا القانون، ويعني واعتقد كنا درنا واحد الفريق ديال الضغط من اجل ان لا يحصل انزلاق نحو المتاجرة في الأعضاء، واعتبرنا أن كل كلمة تكتب في القانون إلا ويمكن أن تكون في هذا الاتجاه أو ذاك. بالتالي فالنص الأول يمكن لكم ترجعوا له. النص الأول كان فيه أو الأعمام أو أبناؤهم هكذا بدون حصر، فرديناه في النص النهائي أي لي كوزين لي كوزين تتوقف هناك. لماذا؟ لأنه كاين مخاطر الانزلاق نحو المتاجرة، سيما وأن نحن على تخم أوروبا، يمكن نوليو حنا على المعبر ديال البحر المتوسط يبقاو الناس يجيو لهنا يستغلوا الفقراء فينا. فهذه المسألة هذه كنعتقد باش تزيد ثقة عند المواطنين المغاربة، راه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤخذ من الأحياء خارج دائرة العائلة إلى حدود أبناء العمومة والخؤولة، ما يتجاوزها غير ممكن. واللي ما عندوش عائلة اللي ما كاين حل فرع كاين الاموات ثم في اطار هذه النقطه دائما تفضل سيد الوزير. تقول ان القانون المغربي اخذ اقصى الاحتياطات، ما قلتش انني كذبت عليها، كنقول ان القانون المغربي خذ اقصى الاحتياطات تفاديا للتجاره للتلاعبات. سيد الوزير، التبرع من الاحياء يجب ان يبقى الاستثناء. الأصل يجب أن يكون التبرع من الجثث والأخذ من الجثث. خصو يكون عندنا 80% مثلا من الجثث، نهار اللي ننطلقوا إن شاء الله يكون عندنا 80% أو يزيد من الجثث، وتكون عندنا واحد 20% ما بين 10 و20% اللي من الأحياء. سيد وزير، هذه النقطة ديال حصر التبرع في العائلة هو كما تمت الإشارة إليه، كاين ثلاثة ديال المستويات ديال أخذ الأعضاء وزرعها. المستوى الأول هو بين حي لفائدة حي. هذه المشرع المغربي أحسن حينما حصرها بين أفراد العائلة في الحدود التي أشرنا إليها. وأنا أيضا كان لي الشرف أنه في سنة 99 حينما كنت برلماني مع برلمانيين آخرين 98 99 اشتغلنا على هذا القانون هذا، وكان هاجس نواب الأمة هو أنه خاصة نفتحوا الباب للتعرض للتبرع، خاصنا نسدوا الباب التجار والتلاعب. هذا القانون كيضمن هذا الشيء. راه عندنا المستوى الثاني هو اللي ايضا مهم جدا، وهو ان الانسان وهو حي كيمشي يسجل نفسه في واحد السجل كاين عند المحاكم الابتدائيه معلنا عن تبرعه اذا قدر الله له الوفاه، وبشروط معينه كيمكن ادخال الاعضاء ديالو. وهذه هي الحالات اللي هي كنعولوا عليها فاش نقولوا ان دول عندها مئات الالاف، بحال واحد البنك ديال الاعضاء كما في بنك الدم مثلا. كيعود عندنا كلمه البنك، كيعود البنك بحد ذاتها، الكلمه البنك بحد ذاتها البنك ما كاينش، تحيل التجاره. يقولوا المخزون نفسر ولكن راه بالنسبه للاعضاء راه ما الاعضاء العاديه راه ما كتحفظش، راه اللي كيتحفظ شنو هو القرنيه، هو الانسجه. اما الاعضاء مثلا كنتكلموا على القلب راه هو شهر استاذ رمضان 6 ساعات، كنشيروا مثلا الكليه راه عندها اوقات ما كاينش فيها برك هذيك. هنا غنشير على اننا لما كنمشيو كمغاربه، وهذا هو المطلوب من المغاربه، وكنترجوا الله تعالى انه يهدينا جميعا باش ننجزوا واحد التامين، سمحوا لي نسميه، نتمنى ما نكونش بالغت او ما نكون تامين تعاوني لينا حنا جميعا. الروبورتاج جبتوه خصنا نعلقوا عليه. هذاك السيد اللي هو على السرير وفي حاجه الى قلب، هذاك هو انا استجامع، هو انت، هو اي واحد يمكن يكون من المواطنين المغاربه. نديروا نفوسنا في مكانه. واش ما غنشوفوش بانه راه خاص المغاربه يكونوا ماشي بين حي غير يجي يعطيه القلب، قد لا يعطي الحي، ولكن يكون واحد السيد في الحياه ديالو. لو افترضنا ان عندنا مثلا واحد 500,000 ولا 600,000 ولا اكثر ولا اقل كلها مسجله، الى شي واحد مات موت دماغي غادي ناخذوا منه القبل لانه ما بقاش غادي ينفعوا، وكما قلت مناسبات متاع غير ياكلوا غير الدود، كنشدوه وكنعطيوه لهذا السيده وتستمر الحياه. وهذه هي اللي تكلم عليها سيدي مصطفى، يعني الصدقه الجاريه اللي غتبقى تدفع مولاها. هذا هو الخير الذي امرنا به. علاش وحنا كنا غادي نموتوا ما نمشيوش من الان نقرروا نتبرعوا
وكاين واحد الحاجه كيمكن انني انا وانا قررت نتبرع، وانا الحمد لله تبرعت وانا والاسره ديالي، كيمكن انني ما نموتش هذا الموت الدماغي، وبالتالي كيمكن لي انني انا نستفد الى مشينا وكانت التبرعات ظاهره وبنسب من المواطنين كبيره، نقدر انا وانا تبرعت ما نستفدش من شي واحد وانا استفيد. فاذا شنو كنديروا؟ لا السيد الوزير فيها واحد السؤال وهذه نباتني ليه زميلتنا سعاد الزيطراوي اللي هي كانت ملي تسجلوا هذاك النهار الصحفيه اللي معنا، ملي مشات تسجل في السجل وسولتهم واش يعني ملي كنقول غنتبرع باعضائي ميتا واش نحدد الاعضاء اللي بغيت نتبرع بها او لا كل شيء؟ قالوا لها لا، اون فوا كتسيني تما كتمضي ما كاين، لا كناخذوك جمله جوج. هذا صحيح جوج يعني الانسان ما عندوش الحق يقول ساتبرع بكبدي وقلبي وهذا اللي عندنا دابا الان هو يعني التبرع المطلق. النقطه الثانيه شرتي النقطه لا اسمح لي، هذه النقطه لا ماشي لا اللي كاين في القانون، اللي كاين في القانون انه يسمح بالتبرع ولم يبين، لم يفصل، بمعنى لا السجل الان اللي كاين ما فيهش يمكن الانسان يمشي ويتبرع بالكبد بالقلب بالطحال بالكليه بالقرنيه، يمكن ان يحصر، لا شيء يمنع من الناحيه القانونيه، لان القانون واضح تيقول تبرع ولا يقول بان من تبرع يتبرع بالجمله، لا هذه غير موجوده. هذاك المطبوع اللي كاين استاذ ربما غير صحيح الكلام، المطبوع اللي كاين ما نظنش كلام. لماذا؟ لان الماده الثانيه تقول لاجل تطبيق هذا القانون يراد بعباره عضو بشري كل جسم من جسم الانسان سواء كان قابل للخلقه او لا. فالانسان لما كيتبرع كيتبرع جسمه انا كنفهم من القانون. اذا كان شي فهم اخر انا ما عندي مانع. لا السؤال انا تقال لي السؤال ملي تسجلت تقال لي السؤال اش من عضو باغي تعطيه في الممات ديالك، تقال لي السؤال، اذا عندي حق نوضح العضو اللي باغي نتبرع فيه حتى في الممات ديالي. هذا لا غير القانون واسع، القانون واسع ولكن في القانون ما كاينش. لا غير مشروع. نقطة ثانية سيدي السيد الوزير، القانون فيه التبرع بالأعضاء على وجه الإطلاق. هذاك السي رميد، هذاك الفصل اللي اثرته وفي تعريف العضو، شنو هو العضو؟ فتيقول لك هو كل عضو، شنو هو النسيج؟ هو النسيج هو كذا، وتعريف النسيج وتعريف العضو فقط. اسمحي لي يا أستاذة، أقول بأن في القانون كاين التبرع بإطلاق. ياك إذا كانت الأستاذة الكريمة عندها الفهم، انا ما عندي مانع يكون هذا الفهم. لا هذا هو الفهم الاصلي ديال النص. لا النص ما فيش لا يقيد بمعنى في تنزيل النص مطلق. في تنزيل النص تنتعاملوا معه بمرونه، وتنخصنا نكونوا عند طلب المواطنين. اللي بغى يتبرع بالقرنيه مرحبا، اللي بغى يتبرع بالكليه لا مانع. النص اللي كاين استجامه في هذه النقطه كذلك نستفدوا منها المواطنين، وانه كاين سوء الفهم، لان كاين كاتب الضبط اللي في محكمه مثلا، مع احترامي للجامعه لا انتقص من احد، كاين عدم الفهم ديال الموضوع. يعني كاتب الضبط تجي تقول له انا غنتبرع غير بالكليه، تيقول لك وسيدي انا ما عنديش غير قادر على شيء. الاستاذ اللي كيتولى هذا الامر، هذا الشيء كيتولى القاضي ولا رئيس المحكمه، وهذه غادي نرجعوا لهذه النقطه. كيتولى رئيس المحكمه، النقطه هذه غادي نرجعوا لها لان حتى هي فيها اشكال. هي من عناصر الحل ربما. كانت في الواقع الى سمحتي ماشي هو اللي كيقوم بهذا الواجب. فكانت في الواقع هذه وقعت فاس عائله اللي قبلت انها تبرع بالاعضاء ديالها الابن اللي كان في موت دماغي، وقالت بغينا يعطيك كلوه واحده صافي، هذا هو اللي بغينا نتبرعوا. قانونا واش من حقهم ولا لا؟ لا هنا لا مشينا فهم من حقهم، ولكن فهمناهم. قلنا لهم اودي ما يمكنش نفس الفتحه غادي تكون، خدينا كلوه واحده ولا جوج الكلوات والكبد والامعاء، راه نفس الفتحه اللي غادي تكون عندك المتبرع. هنا ملي تفهموا الوضعيه ولاو متبرعين بجوج الكلى والكبد، اذا هنا دور الطبيب ودور المختص، دور المنظومه ككل السي رمضاني، لان ما بين الاجراءات اللي شرع لها السيد الوزير واللي هي يعني مدققه وهذا حرصا باش ما يكونوش تلاعبات وهذا، والمنظومه ديالنا اللي كنعرفوها كيفاش دايره، وما بين هذه المده يعني الوجيزه في حياه الاعضاء يعني القابله انه
واش ما كتشوفش بانه ربما كاين واحد النوع ديال التفاوت ما بين دقه المسطره وتعقدها لاسباب يعني وجيهه وما بين هذه الحساسيه ديال الاعضاء؟ لا ما نظنش، لان القانون، وهنا عندي واحد ما بين وفاه دماغي ليله الجمعه مثلا، واش فينا هو رئيس المحكمه السبت والحد والعطل والاعياد ورمضان؟ نقدر ناكدها، فان في المحاكم عندنا ناس اللي اكفاء، ومع 3 الصباح 4 الصباح كتصل به كيجاوبك. اذا في هذه المرحله، وهنا في الدار البيضاء وفي فاس وفي الرباط، فالان كاين ناس اللي مقتنعين اكثر من هذا، هما كيطلبوا ان الناس يمشيوا يتسجلوا. فاذا ما مطروحش، على الاقل في المدن اللي فيها عمليه الزرع فما مطروحش، ونعاودها ونقولها ان كيساعدونا اكثر. فالناس اللي عارفين بان كاين سباق ضد الساعه، ملي كيكون انسان في موت دماغي عندي 48 ساعه، كل دقيقه عندها اهميتها. عندي 48 ساعه للكلى، ولكن واخا عندي 48 ساعه، شحال ما زرعتها قبل شحال ما نسبه النجاح كتكون اكثر، ولا والكلوه كتعمل بدقه في اقرب وقت. الكبد والكلى والقلب عندي 6 سوايع ماشي اكثر. اذا هنا وتبينا من بعد ما تقريبا وصلنا الان في المغرب تقريبا ل 20 استئصال في من مريض في موت دماغي، 20 استئصال. اذا 20 مريض غير من 2010. خصنا نعاودوا نرجعوا لهذه المساله اللي بدايه عمليه الاستئصال من موت دماغي ما يلا عنده 5 سنين، ما كاملاش 5 سنين، الان 4 سنين ونص. عمليه حديثه. وهنا نقدروا نقولوا بان علاش كنقولوا ان المغاربه ما كيتبرعوش الوغ كو ما كاملاش حتى 4 سنين باللي بدينا نديروا العمليات حنا كاطباء، لان حنا كاطباء تاخرنا. المغربي الا مشينا فهمنا له الموت الدماغي تحسسنا اكثر، فيظهر لي ان غادي نوصلوا. فرنسا وصلت ل 70% ديال ان القبول ديال التبرع من الاعضاء من بعد 60 سنه. بداوا عمليه الاستئصال الموت الدماغي في الستينات، وصلوا ل 70% من بعد تقريبا 60 سنه. حنا يلا 5 سنين. عندنا قانون اللي مؤطر وقانون مهم ومهم جدا، فنتعاملوا معاه ونحسوا اكثر. وهنا كيكون الدور ديال نعم سيدي الوزير، الدور ديال المحاكم اؤكد بانه فعال وبناء، والدليل هو التعاون اللي حدث مرارا بين وزاره العدل وبين السي الرمداني وبين السي ربيع، وكان احيانا يوم السبت ليلا وكيتم الاتصال بالمسؤولين القضائيين وكيبادروا الحمد لله بالتجاوب في الوقت الملائم. ولهذا كنقول بانه جميع المحاكم جاهزه. يمكن تكون المساله يعني في بعض الاحيان بعض العراقيل البسيطه، ولكن وزاره العدل راها عاطيه توجيهات وحريصه على التجاوب الاني مع كافه الحالات التي يتطلبها تدخل الاخوان والاخوات المسؤولين القضائيين. سي بن حمزه، كاين الذي يشير في قضيه انه التسجيل، يعني اشهار التسجيل يعني في ضمن لوائح يعني المتبرعين بعد الممات، انه في واحد النوع ديال الرياء ولا تستقيم به يعني الغايه من العمليه. هذا احتمال من الاحتمالات التي تقال، ولكن الذي يجب أن يتوجه الإنسان هو شيء آخر، وهو أن حينما يفعل شيئا من الخير يقصد أن الغير سوف يقلده في ذلك، فيكون له أجر كل من فعل ذلك. معروف في الشريعة الإسلامية أن ما كان من قبيل الفرائض أو مما تعم به البلوى فإنه معلن. أما إخفاء الأعمال فقط لخوف الرياء هذه ذريعة هابطة. فهذا الأمر من ضرورات الفعل، أنك إذا لم توثق لا يمكن أن تعتبر متبرعا. هذا وحده من فإما أنك تريد أن تتبرع وإما أنك لا تريد أن تتبرع، وبحكم هذا فهذا توثيق، والتوثيق ليس فيه لا معنى الرياء وإلا العملية من أصلها نقول بأن الإنسان إنما فعل هذا رياء، وهذا شيء مستبعد، لأن الرياء لا يصل إلى درجة إعطاء الجسد. لولا أن الإنسان كان يمكن أن يعطي الإنسان دراهم أو يفعل شيء من، ولكن أن يعطي جسده لو لم يكن قاصدا لذلك ومؤمنا به ما استطاع أن يفعل، بدليل أن كثير من الناس نخاطبهم فلا يستجيبون. لذلك هذه مسألة بعيدة جدا عن معنى الرياء وفيها خير وبركة. أنا فقط أريد أن أضيف واحد نقطتين. تفضل. النقطة الأولى وهي ربما بعض الإخوان كانوا يتساءلون عن قضية موت الدماغ،
والسير المضاري تحدث بأن هذا تأخر لأن الفقه أيضا إنما أفتى في هذا في 1986 مجمع الفقه الإسلامي في المنعقد في الأردن في عمان، أفتى بهذا واعتبر عقدت لقاءات كثيرة في تحديد مفهوم الموت، هل الموت الطبي أو كذا، وبعد هذا انتهي إلى أن الموت الدماغ هو موت طبيعي. وهناك لا أريد أن أدخل في تفاصيل ما يسمى بعيش المذبوح وما ذلك، لأن تلك الحياة التي يعيش الإنسان بالأجهزة ليست هي الحياة الطبيعية التي خلق الله الناس عليها، إنما هي حياة اصطناعية، بالتالي فهي ليست الحياة المعتبرة. ولذلك من هذا الباب أصبح قضية القرابة أو هل لهم حق الاعتراض؟ الفقهاء يقولون بأنه إذا كان له قرابة فإنهم يستشارون، طبعا إذا لم يكن هو قد حسم، ولكنهم قالوا إنما يطلب رأيهم من باب السياسة الشرعية، أي حتى لا تقع الخصومة، ولكن من ناحية المبدأ ليس لهم لا حق اعتراض ولا غير اعتراض، لأنهم لا يملكون جسد هذا الميت، فلذلك إنما ذلك يقع تأليفا له إذا كان قاصرا تأليفا. وإذا لذلك الذي جرى به الآن العمل هو إذا لم يكن له قرابة أصلا ولم يكن الآن العمليات التي تجرى الآن في المستشفيات في التشريح وتعليم الطلبة الأطباء كيف تقع؟ أين هي الموافقة وأين؟ هذه بسبب أن أناس ليس لهم قرابة تعترض ولم يعلنوا عن ولذلك في المجتمع يتعامل وهم خير هذه العمليات الآن. وحتى من هذه الأشياء التي يجب أن نتحدث عنها التبرع من أجل تقدم الطب. نحن مع ذلك نتحدث عن أشياء هي هذه العلاجات، ولكن ما الذي يمنع أن الإنسان يتبرع بجسده من أجل أن البحث العلمي من هذه أشياء كلها يجب طبعا المجتمعات الإسلامية والمجتمع المغربي يتطور الآن، وهذا هو الاتجاه الصحيح للتطور وللتقدم نحو العصر. نعم سيدي مكاوي. نعم عفوا غير عفوا على الشيء تفضل به السي مصطفى. إذا هذه الحالة الثالثة اللي احنا بصدد الحديث عنها. إذا الحالة ديال التبرع بين الأحياء. الحالة الثانية هي تبرع بعد الممات. بعد الممات. كاين حالة ثالثة وهي اللي نظمتها المادة 16 من القانون ديال التبرع بالأعضاء، وهي ما كاينش تصريح ب يعني التبرع، ولكن ما كاينش رفض، ما كاينش إعلان رفض ديال الشخص اللي هو ميت وقت حياته عن أن يؤخذ من أعضائه. في هذه الحالة راه يجوز للأطباء بشروط معينة أن يأخذوا هذه الأعضاء، وأهم هذه الشروط هو عدم اعتراض الأزواج الزوج، وإلا ما كانش الآباء، وإلا ما كانش الأبناء. وبالتالي راه من حق الأطباء بمقتضى هذا القانون أنه يفعلوا هذه المادة 16 طبعا لأسباب اجتماعية، يعني من أجل عدم إثارة أحيانا بعض الفتن كيتم توسيع الاستشارة، ولكن راه ماشي واجبة، هي محصورة في الأزواج أولا عدم اعتراض، إلا ما كانش الزوج أو الزوجة كاين الآباء، وإلا ما كانش كاين الأبناء فقط. إذن هذه الحالة اللي الآن كيتم تفعيلها، وكنتمناو أنه تبدأ كتوسع ويبداو العائلات ما كيعترضوش من أجل المساهمة في إنقاذ حياة مواطنين آخرين. نعم سيدي مكاوي ربما طلبتي الكلمة على شي نقطة أو لا ندوزوا للمحور ديال كيف ممكن تجاوز هذه العوامل. اسمح لي باقي هذه النقطة هذه لأن بالأساس كنت تفضل أخذت مني. فالأصل في التبرع لما بعد الممات هذا واحد من الإشكالات التي تعيق التبرع في المغرب وتعيق إنجاز الزرع ونجاحه، وهو إرث ثقيل ورثه المغرب عن ظهير 52، وورثه عن قانون فرنسي كان قد ألغي قبل صدور القانون المغربي. ألغي القانون الفرنسي الصادر سنة 76 في 95، وصدر القانون المغربي في 99. ماذا يقول هذا الإرث؟ يميز بين حالتين: حالة الشخص الذي توفي داخل مستشفى مؤهل للأخذ، وهذا يقول فيه القانون أنه هذا المستشفى يجب أن يكون ممسكا لسجل يقيد فيه كل من يلجه، ويسأل عما إذا كان يتبرع أم لا. فإذا لم يسأل
آنذاك تستشار أسرته. لماذا؟ لنقل إرادته، هذه الغاية، هذا هو الفلسفة ديال القانون الفرنسي الملغى، والذي كبح زرع الأعضاء في فرنسا من السبعينات إلى التسعينات، فتراجعت عنه فرنسا. وحينما كان القانون، مشروع القانون يصاغ، ناضلنا من أجل أن يستبدل هذا يعني الخطأ الفادح. ما هي تداعيات هذا الخطأ؟ أولا، أننا نفترض في الإنسان أنه قابل ما لم يقيد رفضه، وهذا فيه نوع من الإهانة للإنسان، وفيه نوع من ضرب لكرامته، وفيه نوع من المساس بحقوقه الدستورية. كيف يمكن لإنسان لا يعرف ما هو الزرع أن نفترض فيه أنه قابل؟ هذا شيء غير مقبول تماما، سيما في مجتمع تكثر فيه الأمية وعدم معرفة بالموضوع. فالذي يجب هو أن يسأل الإنسان كما حصل في الروبورتاج، وعبر بأريحية وبتلقائية عن استعداده للتبرع، لكن نتمنى أن يترجم هذا إلى فعل، لأن هذه أقوال عاطفية ربما أو أمام الكاميرا، لكن اللي هو أكيد هو أن يترجم إلى فعل. هذا الفعل كيف يجب أن يكون؟ في كل الدول التي نجح فيها الزرع اعتمد مبدأ التبرع الصريح، ليس في السجلات التي تمسكها المستشفيات والتي تمسكها المحاكم، وإنما بحمل بطاقة تعبر عن أنه متبرع. فكل الدول التي نجحت، اسبانيا وتونس والجزائر والسعودية وفرنسا وغيرها من الدول، كلها اعتمدت مبدأ التبرع الصريح، كما هو مثلا معمول به مثلا في الدم. لان هذه النقطه لا خليني نكمل، لا خليني نكمل، لا خليني توضيح، عندي توضيح، لا خليني نكمل، لا تسمح لي نكمل. سيده مكاوي، لان هذا السؤال كذلك، هذه النقطه كنت غنثيرها مع السيد الوزير المتعلقه. لا معايا انا أثير، انا قانونيه، علاش ما تثيرهاش معايا؟ شخص تبرع باعضائه بعد مماته، ياك؟ فمازال ما ماتش، وقعت له حادثه ولا وقعت له شي حاجه ونقل الى المستشفى. واش في المستشفيات المغربيه الان هناك ما يثبت بان هذاك الشخص متبرع حتى تكون له اولويه ما؟ هذه النقطه واش كاينه ولا ما كايناش؟ لان كيدخل بحاله بحال ايها الناس. هذا المعيق الثاني. فاذا العائق الاول هو هذا التبرع الذي يكتب في سجلات يعني مغلق عليها في مكاتب، في محاكم لا يعرف عنها احد. السيد قيد التبرع ديالو في الرباط وتوفى في أكادير أو توفى في طنجة، وأدخل إلى مستشفى، في مستشفى مؤهل في وجدة، في طنجة، في فاس، في مراكش، لا يعرف أحد أنه قد تبرع. فهذا العائق الثاني. لو كان يحمل بطاقة لكان سيعرف أنه متبرع. ثم لما ندوز المرحلة أخرى بسرعة أكبر، تكون عندنا شبكة إلكترونية تربط ما بين جميع نقط التبرع ونقاط تلقي المحتضر اللي تدخلوا في حاله احتضار. ممكن غير برقم البطاقه الوطنيه زعما ماشي؟ لا ممكن يعني لا، لكن عندنا سجلات الكترونيه لانه ما تيكونش كاين الوقت. فلما تندخلوا بمجرد النقر على الاله نعرف بان هذا الشخص متبرع او قد قيد اعتراضه، يكون من السهل جدا ان نتصرف في دقائق معدوده. اما لما نبقاو تنتظروا باش نشوفوا في السجل ونتصلوا بالمحكمه الفلانيه والمحكمه الفلانيه ونقولوا لهم واش هذا السيد تبرع ام امتنع عن التبرع، ثم في ذاك الوقت الحرج والضيق والمحدود جدا اللي تتوفى فيه الشخص، ونبادر الى اخبار الاسره بان الشخص توفى في حاله صدمه، في حاله كارثه، توفى في حادثه سير او في حاله يعني في حادث يعني موت الفجأة، ثم نقول لهم هل تقبلون بأن نأخذ العضو؟ أعتقد أنه ليس أثقل على الطبيب من أن يسأل أولا المريض وهو يستشفى عما إذا كان قابلا أم لا، وليس أثقل من أن يسأل الأسرة وهي في حالة صدمة ما إذا كانت تتبرع أم لا. أما لو عوضنا هذه الإجراءات هذه كلها بإجراء أكثر بساطة وأكثر فاعلية، وأثبت فاعليته في جل الدول التي اعتمدت من أمريكا الشمالية إلى أمريكا اللاتينية إلى أوروبا إلى عدد من الدول العربية والإسلامية التي اعتمدت هذا المبدأ. بالطاقة. لماذا لم يتم اعتماد هذا السي رمضاني سيد الوزير؟ لا، أنا بغيت نوضح واحد النقطة. فثقافة التبرع فهي موجودة الآن في الدول الأوروبية، فعندهم بطاقة اللي كيعبروا فيها قابل وغير قابل. رغم البطاقة
ففرنسا كاين البطاقات اللي ما كتعطيهاش الدوله ولا كيعطيها تريبيونال، لا كتعطيها وكاله البيوميتين هي اللي كتعطي ديك البطاقه. صح. واخا هذيك البطاقه موجوده 30% ديال الفرنسيين ما كيتبرعوش، واخا ديك البطاقه موجوده عند الانسان اللي في موت دماغي كيجيو كيقولوا العائله ديالو ما كيقبلوش. داكشي علاش الان بغاو يوصلوا يغيروا القانون ويمشيو للسجل ديال الرفض. فالانسان الا كان رافض ما غاديش يقيسوه نهائيا، الا ما كانش رافض ومسجل رفضه فهو قابل ان الاعضاء ديالو نعم. سيد الوزير اسمح لي سيد الوزير. عفوا سي جماع، نبغي نضيف يعني ما يلي. الماده 16 واضحه، انا كنت اشرت الى مضمونها، الان غنقراها باش ما نتكلموش. عجل السيد الوزير لان الوقت يمكن اجراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية من أشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزارة الصحة، إلا في حالة اعتراض الزوج، وإلا في الأصول وإلا في الفروع. هذا ماذا يعني أن أي شخص يتوفى إذا ما كانش مسجل الاعتراض ديالو في الحياة ديالو، من حق الأطباء بشروط معينة أنهم يلتجئوا أولا للزوج أو الزوجة حسب الأحوال. إذا اعترضت ما يمكنش، إذا ما اعترضت شيء كيتخاض الأعضاء. إذا ما كانش الزوجة أو الأزواج كنمشيو للآباء، إذا ما كان شيء كنمشيو للفروع. إذا راه كاين هاد الإمكانية عند الأطباء وفي المستشفيات المعتمده كيتيح القانون وليس فيها اي اشكال. ولكن واحد اخر كيقرر ما كان الشخص الذي لا اسمح لي، لا هي يتيحها القانون لا يمنعها، ولكن صعوبه في هذا القانون. العمليه. هذا انا كنقول ها هو القانون يكون عارفين الناس كيفاش ندبروا الموضوع. انا طالما سئلت ما فيها بس نوسعوا الاستشاره كما قلت، لان المغاربه يعني باقين هذه الثقافه ديال انه يجيو يلقاو ان الزوجه راه هي يا ما اعترض شيء، غادي يجيو الاخوان ربما غادي يجيو كذا، فالاطباء كيبغيو ياخذوا بخاطر العائله، ولكن قانونيا هل هناك من يلزمهم؟ ليس هناك من يلزمهم. هذا هو القانون. اذا في اخر مداخله لكل واحد منكم يعني لتجاوز هذه المعيقات، تكلمنا على مجموعه الامور، القانون وكذلك يعني مجموعه الامور التي ممكن انه يعني تجاوزوا بها هذه المعيقات ديال ضعف ثقافه التبرع. الا كانت مازال امور اخرى تشوفوا انتم انها ممكن انه الدفاع يعني فوق يعني رفع جعلها يعني ثقافه في المجتمع. لذلك السيده كسوس أظن أن نبغي نأكد على جوج المسائل. المسألة الأولى وهي ضرورة مأسسة أخلاقيات العلوم الطبية والأبحاث العلمية، مأسسات البيو أخلاقيات. المأسسة ما معناتها؟ معناتها أن آن الأوان باش تكون واحد اللجنة وطنية اللي هي خاصة بأخلاقيات العلوم الطبية والعلوم الحيوية والبحث العلمي، اللي غادي تنكب على جميع الإشكاليات المطروحة حاليا واللي كتطرح بسبب تطورات تقنيات العلاج إلى آخره، ولكن واللي هي كذلك غادي يكون من الأدوار ديالها أنها تشرف على عملية تحسيس وعملية التكوين ديال المغاربة ككل وديال المهنيين الصحة وديال الشبيبة بالخصوص. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أظن أنه آن الأوان كذلك أن ننظر إلى مناهج التعليم ومناهج التكوين في كليات الطب وكليات الصيدلة وكليات الممرضين وكليات الإدارة المرافق الصحية، لأن إلا حسسنا فعلا السي رمضاني قال بأن الأطباء يعني تأخروا حتى في تحسيس المرضى بأن كاين إمكانية التبرع من حي إلى حي من أجل فيما يخص الكلي. إلا كان التكوين ديال الأطباء فيه هذه المادة البيو أخلاقيات وفيه التحسيس ديال الأطباء بما لهم وما عليهم وما هما حقوق يعني المرضى وما هما واجباتهم، كنظن بأن هذاك التحسيس وهذاك التعليم غادي يكون مهم جدا. وغير بغيت الإشارة غنختم بالإشارة بأن منظمة اليونسكو هيئت واحد المنهج كامل بكل أجزائه اللي هو
على النت، يعني في الانترنت بالمجان، واللي فيه الكتيبات بما فيه الجانب يعني الجانب التكويني والجانب التطبيقي، وان من السهل ان الجامعات المغربيه تعتمد هذه المناهج. يبدو اننا في روح هذه الجلسه هي اقناع المواطن اساسا باهميه التبرع وتحفيزه على ذلك، هذا هو المبتغى. فالتفاريع وهذه تحتاج اولا الى وقت اخر، دعها كما قال مالك، دعها تتقع، ثم من بعد لا شك ان القوانين ستتغير حينما يقع الاقبال، لانه اذا جد الامر ووقعت اشكالات لابد ان يوجد لها حل. ولكن الان الذي نقف عنده هو قضيه، وهي اننا محتاجون الى ثقافه مجتمعيه لا تتعلق بهذه الحاله فقط، بل بكل الحالات. إن الإنسان وهو ينتمي إلى وطن يجب أن يكون ابنا لذلك الوطن، يعنيه ما يعني هؤلاء المواطنين، يهتم بأمورهم، يهتم بقضاياهم، لا ينفصل عنهم، هذا الأساس. نحن الآن نلاحظ أن نوع من الانفصال، بل حتى في المتدين نوع من الأنانية، حتى في العبادة. حينما يقضي الإنسان الصلاة يقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين، ولكنه حينما يقضي الصلاة الجهرية يكدر الصلاة على من عن يمينه وعن يساره، بمعنى أننا الآن يجب أن نتجاوز هذه العقلية، وهي أن نفكر. معنا أناس هم في حاجات إلى مثل هذا وإلى أشياء أخرى. الناس يقومون بأشياء كثيرة من فعل الخيرات، ولكنهم الآن يجب عليهم أن يعلموا أن هؤلاء الذين يتألمون من المرضى، من الفتيان الصغار، من الذين يحتاجون الصم، الذين يحتاجون إلى مساهمة، إلى دعم من أجل القوقعة، مجتمعنا يجب أن يتنبه إلى هؤلاء، ونعرف أن النوافل لا تتقدم على الفرائض. هذه بالنسبة إلى المجتمع هي فرائض مجتمعية، فنحن فقط إذا استطعنا أن نرسل هذه الرسالة إلى المواطن، والمواطن نعتقد فيه الخير ونعتقد أنه يسعى إلى الخير وأن طرق الخير كثيرة، فهذه من طرق الخير التي نكون قد دللناه عليها ورفعنا عنه الحرج، قلنا بأن هذا ليس فيه إشكال، عبرنا عن فتاوى العلماء، ولكن بعد ذلك الخطوة المقبلة هي الإنجاز. نعم، سي رمضان. أنا بغيت إذا سمحتوا في اللقاء الوطني حول تشجيع التبرع بالأعضاء والنسيج البشرية اللي كان الأربعاء الماضي، كانوا 9 توصيات. إذا سمحتوا لي نقرأ عليكم 2 توصيات اللي مهمة جدا. الأولى إعداد برامج ووثائق تحسيسية لتشجيع التبرع بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى ليتم استثمارها في خطب الجمعة. وهنا خطب الجمعة يظهر لي أنها مهمة جدا في عملية التحسيس. ثانيا إعداد برامج حوارية وتواصلية ووصلات تحسيسية لبثها على أمواج الإذاعة والتلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي، وإطلاق منصات اتصال اجتماعي تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسية، وذلك بدعم من وزارة الاتصال، لأن هنا دور وزارة الاتصال كذلك مهمة جدا. الفيسبوك بزاف المسائل اللي نقدروا نتواصلوا بها. وبغيت نشير آخر، فالحد الآن الناس اللي قبلوا يتبرعوا بالأعضاء في المغرب منذ 2010، وكان أول تبرع اللي كان في المغرب كان في شتنبر، كان موافق لشهر رمضان. هنا كيوري الدين وكل ما يرتبط بالدين في تحسيس على التبرع. من ذاك الوقت الآن تقريبا 20 واكثر من 20 عائله الا خدينا مراكش وفاس، فكلهم ما كانوش مسجلين في القبول، ما كانوش مسجلين في القبول. ملي الاطباء وخاصه التنسيقيه، لان لا كورديناسيون هوسبيتاليير هي اللي كتمشي تقارب العائله، فكلهم ملي تفسر لهم ما معنى الموت الدماغي، تفسر لهم ان الدين ماشي ضد عمليه التبرع، فقبلوا. وكانوا ناس اللي ما عمرو ثقه كذلك في المؤسسات، ثقه في المؤسسات. سيدة مكاوي، تنقول كما بديت الكلام في البدايه، نحتاج الى خطه وطنيه، لانه هذا الموضوع 20 سنه هو يطرح بشكل موسمي. وهنا دوزام انا شخصيا شاركت معاه يمكن واحد كي لا أبالغ ونقول أكثر من 20 مرة، ولكن على الأقل ما بين 10 و20 مرة كاينة، ولكن تكون غير في حملات هكذا يعني متقطعة غير موصولة. فنحتاج الآن إلى خطة وطنية تأخذ في الحسبان كل هذا الذي قيل
العناصر اللي اعتبرناها أنها معيقات، ثم تتركز على الجوانب الأساسية. أولا تفقيه الناس في المجال الديني، ولا أقصد المواطن العادي فقط وإنما الجميع. ثم التحسيس، وتكون عملية تحسيس مسترسلة متواصلة، ما تكونش متقطعة، ولا نعتمد فقط على وزارة الاتصال وإنما الإعلام برمته، معنى الإعلام مستقل، الإعلام الحكومي الوطني إلى آخره. ثم نحتاج إلى إعادة النظر في عدد من القواعد القانونية، فهي تحتاج وباستعجال إلى مراجعة. ثم نحتاج إلى تنسيق، فزرع الأعضاء لا يمكن أن ينجح إلا بهذاك الريزوتاج اللي قلنا عنه قبل قليل، على المستوى الإلكتروني أو على الأقل على مستوى واحد النوع ديال التواصل ما بين المراكز المؤهلة للأخذ والزرع، باش نكونوا عارفين، لأن العملية معقدة تحتاج إلى واحد النوع من الانسجام ما بين العضو الذي سيؤخذ والجسد الذي سيزرع فيه. فهذا يحتاج إلى واحد النوع من الشبكية، إذا لم تتحقق لا يتقدم الزرع إطلاقا. ثم نحتاج إلى شبكية أخرى مدعمة باللوجستيك ضروري، بحيث لما يكون عندنا إنسان يحتضر في أكادير وعندنا شخص ينتظر في الدار البيضاء أو في الرباط، يكون عندنا الهليكوبتر ويكون عندنا يعني جميع الوسائل الممكنة لنقل العضو في أقرب وقت. فهذا بدون هذه الشبكية أعتقد لا يمكن. سيد الوزير في ثواني معدودات. إذا يمكن لي نطمئن السادة والسيدات المواطنين على أنه بالنسبة لموضوع التبرع فهو محاط بالقانون، في القانون بجميع الضمانات، باش اولا ما يكونش اضرار بالمتبرع اللي بغى يتبرع حياته اطلاقا. راه غادي كاين مجموعه من الضمانات ومجموعه من الشروط. ثانيا بعد الوفاه يتاكد بانه راه ما كاينش امكانيه ديال البيع والشراء، راه كاين مجموعه من الشروط والضمانات باش تخلي ان العضو يمشي للشخص اللي هو في حاجه ليه باش تستمر الحياة. الأمر الثاني وهو أنه اللي بغاو يتبرعوا في حياتهم راه كاين المحاكم الابتدائية تمسك سجلات، يمكن واحد الإنسان يمشي يلقى أحيانا بعض الصعوبات، ولكن يدير بحال قضية ديالو لما كيكون عنده شي قضيه في المحكمه راه كيمشي يوقف عليها، هذه ربما اهم من القضيه ديالو. ولكن مع ذلك حنا عطينا توجيهات وكاين منشور في هذا الباب باش انه تسهل العمليه ديال استقبال المواطنين الذين يريدون التبرع. المساله الثالثه اللي نقولها هو انه هذا الموضوع هذا راه فيه الأجر عند الله تعالى بحكم أنه فعل الخير، بفعل أنه إحياء للنفس، بفعل أنه صدقة جارية، ولكن أيضا حتى بالنسبة للإنسان لما يكون شوية براغماتي كما قلنا فيه تأمين جماعي. احنا غادي نديروا بحال واحد راس مال، الوقت اللي كنحتاجوا فينا شي واحد او شي احتياط، الوقت اللي يحتاجوا شي حد كيلقى. ماشي معناه انه غادي تكون كما يتصور الناس اعضاء في بنك، لا راه ما كاينش هذا الشيء. ولكن اللي مهم شنو هو لما يكون واحد العدد كبير وجدا ديال الناس اللي غيتبرعوا، كتكون احتمال انه اللي يحتاج فينا شي عضو كيلقاه. اخيرا اقول مره اخرى انه في الوقت اللي كيموت شي واحد وما كيكونش معترض، كنتمنى ان الاسر لما كيتصلوا بها الاطباء وكيطلبوا منهم انهم يساعدوهم. لماذا؟ لانه كاين واحد النفس بشريه راها متوقفه على هذاك العضو، واذا مشى الانسان وعوض اللي يمشي هذاك العضو كما قلنا ياكل الدود يمشي يعطيه واحد الانسان ينقذ حياته، فهذا اجر عند الله غنشاركوا فيه جميعا. شكرا سيد الوزير، السيده مكاوي، السي رمضاني، السيده كسوس والسي مصطفى حمزه، اشكركم جميعا، اشكر الحضور الكريم معنا، ونشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.